السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت العيد بالنشادر بطريقة جميلة جدا. شايفين ما شاء الله البسكوتة حلوة وجميلة وزي الفل ما شاء الله، بمقادير مظبوطة جدا. يلا بينا نسمي الله نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل البسكوت بتاعنا الجميل ده ازاي. اول حاجه عندي هنا الزبده بتاعتي، عندي زبده صفرة. طبعا الكوبايه اللي هتعيري بيها الزبده هي نفس الكوبايه اللي هتعيري بيها السكر، هي نفس الكوبايه اللي هتعيري بيها الدقيق. انا حطيت كوبايتين من الزبده، هحط عليهم 3 كوبايات من السكر البودره، وعندي 6 كوبايات من الدقيق. انا هقول المقادير بالكوبايه، دول 6 كوبايات دقيق. هحط عليهم رشه من الملح، وهضيف عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. بس نصيحه ما تكتريش في البيكنج باودر في البسكوت عشان خاطر ما يفرش معاكي. وهستخدم 6 بيضات. هنزل الاول هعمل الزبده هضربها في الكبه مع 3 كوبايات سكر لحد قوامهم ما يبقى كريمي خالص معايا. هوريكم شكله عامل ازاي وبعد كده هقول لكم احنا هنعمل ايه. بعد ما ضربنا كوبايتين الزبده مع 3 كوبايات سكر، هنزل بقى بالبيض. بعد كده عندي هنزل ببيضه وهحط طبعا فانيليا. البيضه اللي تختفي انزل بالتانية على طول بعديها شويه من الفانيليا، وهنضرب تاني بقى في الكبه لحد ما نخلص ال6 بيضات. بعد ما ضربنا الزبده والسكر والبيض، هنزل بعد كده بنص معلقه صغيره من النشادر، وعندي هنا كوبايه من الحليب. هضيف عليها 2 باكو فانيليا بنكهه البرتقال. عايزه اقول لكم الخطوه دي جميله جدا. هنضيفها على المكون بتاعنا اللي احنا عملناه وهنقلب كويس جدا. وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي واحده واحده. هنزل بشويه من الدقيق. طبعا البسكوت ما بيحتاجش عجن كتير عشان ما يعملش عرق معاكي، فاحنا نقلب كده بالراحه خالص واحده واحده لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. كده قوام العجينه معايا حلو جدا. طبعا لازم العجينه تكون بتلزق وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد. طبعا انا احتاجت اكتر من ال6 كوبايات دقيق، مش كل الدقيق بيبقى زي بعضه، بس احنا بنعرف قوام العجينه معانا بيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى هنجيب القرطاس بتاعنا ونبتدي نشكل البسكوت بتاعنا. هنبتدي بقى يا حبايبي نرص في الصاج بتاعنا البسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاولي تخلي البسكوته كلها قد بعضها وما تكبرهاش قوي. شايفين العجينه ما شاء الله سهله معايا وحلوه ازاي. كده انا خلصت بقى البسكوت كله. هنستنى بقى لما يتخبز واوريكم شكله النهائي عامل ازاي. انتظروني. وده يا حبايبي شكل البسكوت بتاعنا بعد ما استوى خلاص وطلع من الفرن. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.